من شبكة أوروميا الإعلامية OMN. سلام الله عليكم. شنت ميليشيات مسلحة ملثمة محمولة على مركبات عسكرية تابعة للحكومة الأثيوبية هجوما على محافظة دباتي في وبربر في منطقة ميتيكل في إقليم شنقول غوموز، وأسفر عن الهجوم مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا من قومية الأورومو، وتعرض عدد غير معقول للاختطاف القسري إلى مكان غير معلوم. والمزيد في هذا التقرير. يستمر مسلسل الاغتيالات والقمع والإرهاب وسحق المدنيين بشكل يومي وممنهج، وعلى أيدي عصابات مدربة بالقتل والاغتيال والقمع والإرهاب بأسلحة السلطة. فيما أنهى الحزب الحاكم مؤتمره الأول تحت شعار من التحدي إلى الرفعة، وسط ارتفاع حاد في وتيرة القتل والخطف وغياب الأمن. وتخوض الميليشيات فانو المسلحة انتهاكات ضد المدنيين بدعم عسكري من الحكومة الأثيوبية التي مولتها بأسلحة وكميات كبيرة من الذخائر. ففي ولجة ومنطقة ولو والمحافظات القريبة يتعرض سكانها بقتل ممنهج، فيما ذكرت مصادر لشبكة أوروميا الإعلامية عن هجوم جديد شنته ميليشيات مسلحة ملثمة محمولة على مركبات عسكرية تابعة للحكومة الأثيوبية هجوما على محافظة دباتي وبربر في منطقة ميتيكل في إقليم بني شنقول. وأسفر الهجوم مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا من قومية الأورومو، كما تعرض عدد غير معقول للاختطاف القسري إلى مكان غير معلوم. أطلقت السلطات الأثيوبية سراح السيد داوود إبسا رئيس جبهة تحرير أورومو بعد عام من وضعه قيد الإقامة الجبرية. كما أصدرت الجبهة بيانا اتهمت فيه السلطات الأثيوبية بالوقوف وراء موجة من عمليات القتل والحرق التي طالت المدنيين على يد ميليشيات فانو، كما نددت بشدة الاعتقال التعسفي لأعضاء وأنصار الجبهة وأسرهم. والمزيد في هذا التقرير. رفعت السلطات الأثيوبية الأربعاء 16 من مارس الحالي قرار الإقامة الجبرية الذي اتخذته في حق رئيس جبهة تحرير الأورومو السيد داوود إبسا أيانا منذ عام. وفي منتصف سبتمبر أيلول 2018 وصلت قيادات جبهة تحرير أورومو المعارضة بقيادة داوود إبسا إلى العاصمة الأثيوبية وسط إجراءات أمنية مشددة عائدة من إريتريا وعدة دول بعد صراع طويل مع الحكومة الأثيوبية. من جهة أخرى قالت جبهة تحرير الأورومو في بيان لها أن النظام الأثيوبي يشن حربا شعواء ضد قادتها وأنصارها، والتي بدأت بفرض الإقامة الجبرية على رئيسها السيد داوود إبسا الذي أفرج عنه مؤخرا، ثم التحفظ على مقر الجبهة وممتلكاتها. ونددت الجبهة في بيانها أيضا تحريك الأجهزة الأمنية ميليشياتها في تصفية بعض أعضائها واعتقال قياداتها والتنكيل بأسرهم، ومحاولة إظهار الجبهة على وسائل الإعلام على أنها جبهة تجنح إلى الانفصال والعنف والتمرد على الدولة. وذكرت أيضا أن ما تقوم به السلطات الأثيوبية هو تأكيد سيرها على نفس نهج النظام السابق في التعامل مع جبهة تحرير أوروميا، وعجزها الواضح عن الحوار والمصالحة المزعومة، بل إتقانها في استنساخ أسلوب الدولة البوليسية السابق في الترهيب والحرق ومداهمة البيوت والاعتداءات، وكأنها في سباق مع الزمن لإعادة الدكتاتورية السابقة.
وجعل قوات الأمن والجيش الأثيوبي مجرد عصا غليظة يستهدف بها المعارضة وأصحاب الرأي، ممن يبينون للناس حقيقة الازدهار، وأن الأزمة في أثيوبيا أعمق من اختزالها في سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، إنما هي أزمة جذرية لنظام وحدوي فاسد يسعى من مسار التفرد بالسلطة، ويترجمها من خلال خطاباته العنصرية في الصحف المحلية ووضعيته المتشنجة بين أروقة البرلمان. ونبقى في الشأن الأورومي، حيث يستعد حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي المعارض في أثيوبيا لعقد مؤتمراته العامة، إذ يتوقع أن يفرز الحزب قيادات جديدة ويتوجه نحو استحداث منصب رئيس الحزب. يستعد حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي المعارض في أثيوبيا لعقد مؤتمراته العامة هذا العام، إذ يتوقع أن يفرز الحزب قيادات جديدة ويتوجه نحو استحداث منصب رئيس الحزب. وتأتي هذه التجهيزات بعد إطلاق السلطات الأثيوبية قيادات الحزب الذين تم اعتقالهم في يوليو تموز 2020 بعد أحداث دامية والتي اندلعت إثر مقتل فنان الثورة هاجالو هنديسا. وحزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي المعارض هو أحد الأحزاب السياسية الفاعلة في إقليم أوروميا، ويرتبط بعدة تحالفات سياسية من أحزاب أخرى داخل البلاد. ويجري الحزب هذه الأيام سلسلة لقاءات ونقاشات سياسية حول اللوائح والمقررات السياسية والتنظيمية له. وقد اعتقلت السلطات الأثيوبية كل من بقلي جربا وجوهر محمد وأديسو ودجني تافا وآخرين بتهم الإرهاب والتجسس والتحريض على العنف وإساءة استخدام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتهما عديدة أخرى متعلقة بالأمن القومي. وقررت السلطات الأثيوبية حزب الازدهار يناير الماضي بالعفو عن السجناء السياسيين من أجل ما أسمته المصالحة والحوار الوطني الشامل في أثيوبيا. مر عام منذ أن دق سكان بالي وبورنا ناقوس الخطر جراء موجة الجفاف التي ضربت عمق مناطقهم طوال الأشهر الماضية، والذي تميزت بشح غير مسبوق وانحسار شديد في كمية الأمطار السنوية ونضوب مياه الآبار في وقت مبكر من هذا العام، ونفوق مئات المواشي إلى جانب انحسار المساحات الزراعية. الجفاف هذا العام في بالي وبورنا أشد فتكا بالإنسان والحيوان والنبات. الأراضي الزراعية جدباء، وجيف الماشية النافقة التي سلبتها الشمس لونها تنتشر هنا وهناك لتشكل ما تبقى مما كان يوما أصولا قيمة تجود باللحم واللبن ومدرة للدخل. والمواشي في هذه المناطق الرعوية أيضا عملة متداولة لدفع المهور وحل الخلافات، ولذا فإن منظر الهياكل العظمية المتناثرة هنا وهناك يبعث على الأسى والحزن. عدد كبير من الرعاة والفلاحين في بورنا وبالي والمناطق المحيطة بهما أحبطتهم خسارتهم ولم يجدوا ثمرة تذكر لكفاحهم، وأصبحوا يعيشون على المساعدات الإنسانية دون سواها. أصبح الانتقال من مكان لآخر بحثا عن المأكل والمشرب السبيل الوحيد بالنسبة لهؤلاء السكان الذين نجوا من ويلات الجفاف، تاركين وراءهم ممتلكاتهم من أراضٍ ومنازل وأعداد كبيرة من المواشي التي أتعبها الجفاف وأصبحت غير قادرة إلى الوصول إلى الآبار البعيدة في حال هطلة الأمطار، وذلك لهزالة جسمها نتيجة الجوع والعطش.
وذكر بعض النشطاء الذين يعملون في مجال التطوع أن السكان الذين تضرروا جراء الجفاف هم بحاجة إلى مساعدات عاجلة لتخفيف المعاناة الإنسانية قبل أن تتفاقم، مشيرا إلى أن المجاعة تفتك بالعجزة والأطفال كونهم الأكثر تضررا، وحذروا من حدوث كارثة إنسانية قد لا يحمد عقباها في حال تأخرت المساعدات الإنسانية عن هؤلاء السكان، فيما أطلقت منظمات محلية وجمعيات إنسانية خلال الأشهر الماضية وحتى الآن نداء استجابة عاجلة لتقديم مساعدات إغاثية في المناطق الأكثر تضررا في أثيوبيا، وتوفير احتياجات ضرورية للتخفيف من تأثير الجفاف الحاد الذي يجتاح البلاد، والمساهمة في إنقاذ حياة أكثر من 3 مليون من سكانها المعرضين للخطر الناجم عن القحط والجفاف والمجاعة. وبحسب الصحف المحلية لا توجد إحصاءات رسمية بشأن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء موجة الجفاف الحالية في المناطق بالي وبورنا أو تقدير عدد المواشي النافقة، لكن تقديم المساعدات وتوفير المياه والسلال الغذائية وتسيير القوافل الطبية لا يزال مستمرا. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قبيل أيام تحقيقا في مقتل 3 من موظفي أطباء بلا حدود الذي وقع في شمالي البلاد في 24 من يونيو حزيران عام 2021. وحمل التحقيق قوة الدفاع الوطنية الأثيوبية المسؤولية، وأشار إلى ضلوع قائد من قاداتها بعملية القتل المباشر. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها الأسبوع الماضي أن السلطات الأثيوبية أصدرت أوامر قتل 3 موظفين من منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية في إقليم تيغراي خلال يونيو من العام الماضي. وقالت الصحيفة أنها أجرت مقابلات مع مسؤولين كبار وجنود من أثيوبيا لتأكيد مقتل عمال الإغاثة على يد قوات حكومية. وتسابق 3 من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة أطباء بلا حدود عبر ساحة المعركة بحثا عن ضحايا مع اشتداد القتل في شمال أثيوبيا يونيو الماضي، واختفوا بعد ساعات. ولم يرد عمال الإغاثة على الهاتف الذي يعمل بالأقمار الصناعية، وقام جهاز التتبع بتسجيل سياراتهم وهي تقوم بالدوران بشكل مفاجئ قبل التوقف. وفي اليوم التالي تم العثور على جثثهم مثقوبة بالرصاص ممددة على جانب الطريق بالقرب من سياراتهم المحترقة. وشجبت منظمة أطباء بلا حدود على الفور عمليات القتل، ووصفتها بأنها وحشية، لكنها لم تحدد هوية الجاني. وفي السياق نفسه قال الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه حتى في ظل اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية فإن إقليم تيغراي يظل أخطر مكان على وجه الأرض. ودعا أدهانوم في تصريحاته بمؤتمر صحفي بمدينة جنيف الأسبوع الماضي لعدم نسيان الأزمة الإنسانية في تيغراي، حيث لا يوجد مكان على وجه الأرض تتعرض فيه صحة الملايين من البشر للتهديد أكثر مما تتعرض له في تيغراي المعزولة في شمال أثيوبيا. وقال أيضا أن 6 ملايين شخص في إقليم تيغراي تحت الحصار من قبل القوات الأثيوبية والإريترية لما يقارب من 500 يوم، وأن 83% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وتابع قائلا: في الأسابيع الماضية قام شركاؤنا بتوزيع الإمدادات على 65 مرفقا صحيا متكاملا، ولكن هناك حاجة إلى المزيد، مضيفا أن هناك حاجة إلى 2200 طن متري من الإمدادات الصحية الطارئة للاستجابة لاحتياجات الصحية العاجلة المتكاملة. وتم تسليم 117 طنا
متريا فقط، أي ما يعادل نحو 1/100 من المطلوب. أشارت الأمم المتحدة إلى أن 10 ملايين أوكراني فروا من منازلهم بسبب حرب روسيا المدمرة. وأكدت موسكو لليوم الثاني على التوالي أنها استخدمت صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا لتدمير مخازن وقود للجيش في جنوب البلاد. من جانبها قالت إيرينا نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أن 7 ممرات إنسانية ستفتح لتمكين المدنيين من مغادرة جبهات القتال الأمامية. وفي سياق موازن أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن حزمة رابعة من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وحسب بيان المجلس الأوروبي تتضمن الحزمة الجديدة حظر جميع المعاملات مع بعض الشركات المملوكة للدولة الروسية، وحظر تقديم أي خدمات تصنيف ائتماني والوصول إلى أي خدمات اشتراك فيما يتعلق بأنشطة التصنيف الائتماني لأي شخص أو كيان روسي. نهاية الحصاد مشاهدينا، أطيب المنى، إلى اللقاء.